تعالوا النهارده نعمل شيبردز باي او فطيرة الراعي، ودي من الوصفات السهله ومفيش حد بيختلف عليها اذا كان كبار او صغار. ده غير انها اكله متكامله من بروتين وكارب وخضار. كل اللي محتاجينه كيلو بطاطس متقطعه بنفس الحجم علشان تاخد نفس السوا، ومعاهم 4 فصوص ثوم، وانزلهم في ميه بارده واضيف عليهم معلقه ملح واسيبهم يتسلقوا لحد لما يستووا. ولما يستووا اتاكد ان البطاطس بتتقطع بسهوله وممكن تتهرس، وبعدين اشيلهم من على النار واصفيهم وابدا اهرس البطاطس وهي سخنه. وبعدين ضفت ربع كوبايه زبده وثلاث ارباع كوب لبن وملح وفلفل اسود، وكمان زودت شويه توم باودر. واول لما بردت انا زودت صفار بالطين، وده اختياري بس هي فعلا بتدي قوام حلو للبطاطس وكمان بتخليها متماسكه. ودلوقتي هنجهز اللحمه والخضار. في حله هنزود زيت ونشوح فيهم بصله كبيره متقطعه صغير، وهنهرس معاهم 3 فصوص ثوم ونقلبهم لحد اما البصل يدبل والثوم ريحته تظهر. وبعدين هزود فلفل اسود وملح، وكمان زودت جوز الطيب وده اختياري، وورقه غار وحبهان. وبعدين هنزل اللحمه المفرومه. في الوصفه الاساسيه بتتعمل بلحمه ضاني مفرومه، لكن انا استخدمت لحمه بقري ودي في حدود 750 جرام. وبعدين في نص الحله هشوح معلقتين كبار من معجون الطماطم قبل ما اخلطهم باللحمه. الطريقه دي بتعزز ريحه وطعم الطماطم. وبعدين زودت كوبايه مرقه وعود زعتر، وهغطي عليها واسيبها تستوي. وبعد ربع ساعة هشيل منها ورق الغار والحبهان وعود الزعتر، وبضيف الخضار آخر حاجة لأنه مستوي فمش بياخد وقت. أنا ضفت جزر مبشور وبسلة وذرة، وبكده اللحمة بقت جاهزة. وفي طاجن بيدخل الفرن هبدأ أفرد اللحمة والخضار من تحت، وبعدين هنزل عليهم البطاطس وافردها لحد لما تغطي اللحمة تماما. وبعدين ممكن نرسم عليها خطوط بالشوكة وندخلها الفرن، وممكن كمان نعملها بالشكل ده بيكون شكلها أحلى وكريسبي أكتر بعد لما بتطلع من الفرن. وآخر حاجة هنرش الوش بجبنة بارميجان بتدي لون وطعم حلو جدا، وبعدين ندخلها الفرن على درجة حرارة 200. هي كل مكوناتها مستوية، احنا بس عايزين البطاطس تمسك وتاخد لون والوش يبقى كريسبي. وبكده وصفتنا بقت جاهزة. الأكلة دي بجد من الأكلات المتكاملة، ده غير إنها لذيذة وسهلة وبتتعمل في أي وقت وخصوصا في الشتاء. جربوها وقولوا لي إيه رأيكم.